ايه يا متر، ايه القرار؟ خدنا 4 ايام. ما تخافش يا جعفر، يا ما دقت على الرز قول يا ابني، ربنا معاك ما تخافش. يا فتح الله ما فيش غيره. ايه حل القصه ده يا متر؟ لازم نسرع تفريغ كاميرات لبنان بسرعه، ولو الكاميرات دي طلعت مش جايبه حاجه والعياذ بالله هيبقى فيها اعدام. ولو القاضي طلع حنين هيديله مؤبد. اعدام ايه ولا مؤبد؟ ايه تفهم من بقك وبتقول كده؟ ده قلب يا ست سوريا. محلوله باذن الله، محلوله يا متر ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمعلم جعفر مكتبه مقفول وخبط على بيته برضه مفيش حد. تليفونه مقفول برضه مش عارف اوصل له. لا المعلم جعفر تعيش انت. مات؟ لا لسه هيموت. اصله بعيد عنك كده هياخد اعدام. مسكوه في المطار معاه مخدرات. انت مين يا نجم؟ انا صاحبه. صاحبه؟ تصدق يا ابني المعلم جعفر ده دماغه في الشريش؟ تصدق خالتك هي اللي دماغها في الشريش؟ انت راجل مش محترم. انت بتكلم مين كده يالا؟ في ايه يا عم؟ انت بتكلم مين كده يا لا استنى يا شاوي. عيل قليل الادب. عيل صغير. عارف. يلا يا ابني، يلا اشفك لعيشك، يلا يلا. في ايه يا كارم؟ خلي معاك صغير. انت شايف عيل قليل الادب يا حاج؟ اسكت اسكت اسكت. الفترة القليلة اللي عرفت فيها جعفر شفت قد ايه هو بني آدم ذكي. أكيد هيتصرف، أكيد هيعرف يخرج. اديكي قلتيها، فترة قليلة يبقى تحطي لسانك جوه بقك ونقطينا بسكاتك. هو بجد جعفر ممكن يتعدم؟ فلا الله ولا فالك، ما تقوليش كده. إن شاء الله هيخرج يا رب. شوقي جواه غل الدنيا كله، مش هسيب جعفر في حاله ابدا. ربنا ياخده ان شاء الله. امين يا رب. انا متاكده ان المخدرات دي مش بتاعته. انا كنت معاه وشفته ازاي اتفاجئ لما شافها. تصدقي يا اختي ان احنا كنا شاكين؟ تعرفي تسمعي كلام دلال وتلقطينا بسكاتك؟ احنا عارفين جعفر كويس، مش مستنينيك انت تعرفيه لنا. يا جماعه سيبكم منها بقى ومن كلامها دلوقتي. تفتكري شوقي هو اللي عملها يا دلال؟ اكيد هو. هيكون مين يعني؟ مزاجك رايق شويتين النهارده؟ طبعا. الليلة دي كنت بفكر فيها طول ما أنا في السجن. حبسة جعفر وذل بيت العمدة. اهم حاجه انك مبسوط، وبيني وبينك كده انت دماغك عاليه قوي انك تلبسه القضيه دي. دي مش دماغي، دي دماغ أخويا كارم. هو اللي بعت ورا واحد المطار في لبنان. طب وهو عارف منين انه مسافر؟ لينا عينين جوه بيت جعفر. مين؟ مالكيش دعوة. وزعوا شربات يا ولاد، وانتوا وزعوا الاكل والحلويات. هاتوا الشربات، هات. الشربات اللي بيتوزع ده عشان حاجات كتير قوي. اولها خروج شوقي بيه فتح الله اخويا، وتانيها جواز شوقي بيه فتح الله اخويا من ولا بلاش، بدل ما نقلب المواجع على الجيران. ومن النهارده اي حد في المنطقه عنده مشكله
شوقي بيه فتح الله موجود، كبير المنطقة. ليه كده يا كارم؟ ليه كده يا ابني؟ افتكر لنا الخير، افتكر لنا أي حاجة حلوة عملناها له. هو أنت مش فاكر لما جعفر علقك على المعبرة دي 3 أيام وكنا بنستنى لما ينام عشان نطلع لك الأكل بالزعافة؟ ايه ده يا طنط؟ هو ده اللي علقه جعفر 3 ايام اللي حكيتيلي عنه؟ هو ده كريم فتح الله. ربنا يفك حبسه ويحسن ذكراه. هيفك يا ابني، هيفك. أوه. اوعى تسمع كلام الحاجة وتفتكر لنا الخير. أنا عايزك تفتكر لنا الشر وبس، سواء اللي فات أو اللي جاي. يلا انا عايز الكل يشرب ويفرح. شوقي بيه فتح الله كبير المنطقه بقى موجود، افرحوا. وزعي يا حاج على الكل. انا متضايقه قوي. هو ما يستاهلش اللي هو فيه ده خالص، ما يستاهلش ان هو يتسجن اصلا. ليه؟ هي مش المخدرات دي ممكن تكون بتاعته بجد؟ لا طبعا. وايه اللي خليكي متاكده كده؟ عشان انا عارفه كويس هو بني ادم كويس جدا، مستحيل يعمل كده. هو مش محتاج ان هو يعمل كده اصلا. عايده، هو انت خايفه على الفلوس وخططك ولا خايفه على جعفر نفسه؟ اصل لو اتعدم هتورثي كتير برضه. انت ما عندكيش دم، ما بتحسيش. انا ما يهمنيش اي حاجه غير ان هو يخرج من اللي هو فيه ده. محموقه عليه بالزياده انت، صح؟ انا في حاجه مش فاهماها. ازيك يا جعفر؟ انا قعدت في السجن 7 سنين، ما هنش عليك تزورني، وانت بقالك بس 2 3. وجيت لك، شفت يا ابو نسب انا احسن منك ازاي؟ انا عايزك تتعدم وقلبك مستريح. عارف طول عمرك شاكك ان احنا اللي عملنا كده. احنا اللي وزينا على مراتاتك، واحنا اللي سقطنا دلال وحرقنا قلبك على اللي في بطنها، واحنا اللي اجرنا بلال شامة. وابنك بقى، ابنك محدش يعرف مكانه على وش الارض غيري انا. ايوه، انا اللي عملت كده يا جعفر، انا.